لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الأحبة الكرام، فبالأمس كان آخر أيام التشريق، وهو يوم النفر الثاني الذي يتم فيه الحجيج مناسكهم. ومن المناسب عباد الله أن نقف وقفة نرى فيها جملة من منافع الحج ومقاصده، بعد أن رأينا فيما مضى جملة من الأحاديث المرغبة فيه المبينة لعظيم فضله وجميل عوائده. أيها الأحبة، وفي حج بيت الله الحرام من الدروس والعظات والعبر ما لا يعد ولا يستقصى ولا يحصر، وحسبنا أن ننبه على أهمها جعلها الله عبرة لمن تدبر. فمن مقاصد الحج العظيمة، بل هو أجلها وأعظمها، أنه يعين على تحقيق التوحيد والإخلاص لله والبراءة من الرياء والإشراك بالله. فأول ما يبدأ به الحاج حجه أن يعلن توحيده لربه، فيقول بلسانه وقلبه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم يستحضر الإخلاص في سائر مناسكه لئلا يرد شيء منها على وجهه ويذهب أجره. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال في صفة حج نبينا صلى الله عليه وسلم: قال: أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم مضى عليه الصلاة والسلام ملبيا بكلمات التوحيد حتى أتى مكة ورأى بيوتها مسيرة 10 ليال بأكملها، لا يقطع التلبية إلا بالتهليل، أي إذا تعب من التلبية وأراد أن يستريح قال: لا إله إلا الله، وجعل يرددها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويلكم ويلكم، أن يقوله إنكارا عليهم وتعجبا من سفه عقولهم. ويلكم، أين ذهبت عقولكم إذا كان الحمد كله لله والنعمة كلها من الله والملك كله لله، فمن ذا الذي يكون شريكا مع الله؟ جعلنا الله من أهل التوحيد حقا وصدقا، ومن أهل لا إله إلا الله قولا وعلما وعملا. ومن عظات الحج النافعة أنه يعلم المسلم المتابعة لرسول الله صلى عليه الإله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف في حجه بين أصحابه وهو يردد قوله: خذوا عني خذوا عني، ولم يقل: حجوا كما يحلو لكم، أو افعلوا ما تمليه عليكم آراؤكم، أو ما تستحسنه عقولكم. ولم يقل: افعلوا ما وجدتم عليه آباءكم، ولم يقل: قلدوا أهل العلم منكم. إنما قال: خذوا عني، أي لا عن أحد غيري. كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في سائر الأعمال: عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام أصل عظيم من أصول الشريعة،
الأعمال، وهو من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله أعظم أركان الإسلام. جعلنا الله من المتبعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعاذنا من التعصب ومن المحدثات والبدع. ومن دروس الحج النافعة أيضا أنه يعلم الاستجابة لأمر الله، والتضحية في سبيل الله، والمسارعة لطاعة الله، وتقديم مرضاته على حظوظ النفس وأهوائها، وعلى متاع الدنيا وزخارفها. فالحاج يترك تجارته وأعماله ويرحل عن أهله وعياله، وينفق مبلغا كبيرا من ماله الذي تعب في تحصيله وجمعه، ثم يركب الصعب والذلول في سفره، كل ذلك تلبية لنداء ربه وتقديما لمحبته، لسان حاله ومقاله: وعجلت إليك رب لترضى. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم الصادق أمام أحكام الشريعة كلها. عباد الله، ومن عظات الحج النافعة نفعنا الله بها أنه يذكر بسير المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ومن توفيق الله لعبده أن يبصره بمآثر المرسلين، وأن يعينه على الاقتداء بهم، ويجعله من ورثة النبيين. قال جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. فالحج عباد الله يذكر بالخليل وإسماعيل عليهما السلام. قال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويذكر بهاجر زوج الخليل عليه السلام التي فجر الله زمزم من تحت قدمها وعمر مكة بذريتها. ويذكر بالأنبياء الذين حجوا بعد الخليل إمام الحنفاء عليهم الصلاة والسلام. ويذكر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين. ويذكر بالصحب الكرام وسلف الأمة الصالحين. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: سرنا مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار، أي صراخ إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قال ابن عباس: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة من صوف، مارا بهذا الوادي ملبيا. وفي صحيح الجامع قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد مر بالروحاء 70 نبيا، فيهم نبي الله موسى، يؤمون البيت العتيق. والروحاء موضع بين مكة والمدينة. عباد الله، ومن عظات الحج أيضا أنه يذكر المسلمين بحرمة مكة البلد الأمين، حرم الله العظيم، ومبوأ الخليل إبراهيم، وقبلة المسلمين في العالمين، التي هوت إليها أفئدة المؤمنين، وحنت إليها قلوب المشتاقين، وأنفقت في رؤيتها أموال المخبتين. أول بيت وضع للناس، ومقام إبراهيم الذي يشهد له بالتضحية والإخلاص. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
سرا في قلوب أهل الإيمان والتصديق، يستنفرهم رجالا وركبانا من كل فج عميق. قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ووالله إن رؤية الحجيج لتشعر النفوس بالحيرة والذهول، وتطيش معها الأحلام والعقول. حين تنظر فلا ترى إلا خاشعا يتبدل أو باكيا يتوسل، ولا تبصر إلا لحظات خاشعة وعبرات هامعة وأعينا باكية دامعة وألسنة داعية ضارعة، وتصغي سمعك فلا تسمع إلا أصوات التلبية والدعاء والتكبير تملأ الأرجاء وتصف الآذان. الكل خاضع لله، يجأر بشكوى ويتضرع بين يدي مولاه. قد تجردوا من الزينة وحسروا على الرؤوس تواضعا لعزة الله، شعثا غبرا لا فضل لأحد على سواه. فبين خائف أفزعه الخوف وأقلقه، ومحب ألهفه الشوق وأحرقه، ومذنب أحزنه الذنب وأرقه، ينقلون الخطى في تلك البطاح المباركة، لا شغل لهم غير الطاعة، ذكر وتلبية وتهليل ودعاء، ورمي ونحر وحلق وطواف وسعي وحمد وشكر وثناء. مشاعر إيمانية صادقة تفيض لرؤيتها العبرات، ويعجز عن وصفها العبارات. نفعنا الله بها وألان الله القلوب من قسوتها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فمن منافع الحج تحقيق الأخوة الدينية وتوثيق الرابطة الإيمانية، تلك الرابطة المباركة التي تتجلى في موسم الحج في أبهى صورها، حين يجتمع إخوة الإسلام في مكان واحد وقد اتحد منهم كل شيء. اتحد منهم اللباس والشعار والهم والقصد والقبلة والغاية والمعبود والمتبوع والملة والآمال والآلام والمصير، مع اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتباعد أقطارهم وديارهم، وكل واحد منهم يلبي بالتوحيد لله ويتحرى في حجه المتابعة لرسول الله صلى عليه الإله، إشارة إلى أن اجتماع المسلمين لا يحصل إلا بالإخلاص والمتابعة، فبهما تذوب الأهواء وتزول من القلوب البغضاء وتجتمع الكلمة ويتحد الصف. ألا فليعي المسلمون هذا وليحمد الله على هذه الرابطة المباركة، وليحذروا مما يضعفها ويصدعها، وليطرح الجميع الانتصار للعصبيات العرقية والنعرات القومية والتجمعات الحزبية، وليجتمعوا على توحيد الإله واتباع سيد البرية صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ومن عظات الحج النافعة أنه يهدي المسلم إلى الإكثار من ذكر الله، بل ما فرض الحج إلا لإقامة ذكر الله وإعلاء كلمة الله. في حديث صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقد أمر الحجيج بذكر الله قبل الحج وعند الشروع فيه وفي أثنائه وبعد الفراغ منه. قال جل وعلا قبل الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. وقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات
معدودات. وقال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال جل وعلا عند الفراغ من الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والسعيد من عباد الله من وفقه الله لذكره وشكره وأعانه على حسن عبادته ولم يجعله من الغافلين ولم يغفل قلبه عن ذكره. أعاننا الله على طاعته وذكره وشكره. ومن منافع الحج أيضا أنه يحمل المسلم على الاعتزاز بالإسلام واستشعار نعمة الهداية لهذا الدين والبراءة من أعدائه الحاسدين. في البخاري أن يهوديا جاء إلى عمر فقال: إنكم معشر المسلمين تقرؤون آية لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. قال: نزلت عشية عرفة يوم الجمعة، وهي قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد حث الله جل وعلا الحجيج على استشعار نعمة الهداية إلى هذا الدين. قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقد حرص رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على مخالفة المشركين، فخالفهم في التلبية وفي الإفاضة من عرفة وفي الدفع بالمزدلفة، وأبطل أعمال الجاهلية وألغاها كلها. وإنه لينبغي للمسلم الصادق أن يكون معتزا أتم الاعتزاز بهذا الدين، مستمسكا كل التمسك بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، مخالفا لسنن الكافرين، لا سيما ونحن في زمن ضعف فيه التمسك بالدين وعظم فيه الافتتان بتقليد الكافرين، وفتح على الناس من أبواب الشرور وهم في قعر بيوتهم ما هو كفيل بطمس قلوبهم وإفساد عقولهم وتنكيس فطرهم. ومن منافع الحج أيضا أنه يعود المسلم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والتنزه عن سفسافها. قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حجته أعظم الناس خلقا. قال أنس: حج النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا متخشعا على رحل بال لا يساوي درهما، باديا للناس بارزا لهم صابرا عليهم متعرضا لهم، يسألونه عن مناسكهم 100,000 أو يزيدون، الرجال والنساء والصغار والكبار، لا يرد أحد بين يديه ولا يضرب الناس بين يديه، يأمر بالرفق ويحض عليه، يقول: يا عمر إنك امرؤ شديد فلا تزاحم الناس على الحجر. بل جعل التحلي بهذه الأخلاق شرطا لمغفرة الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. هدانا الله جميعا لأحسن الأخلاق وأقومها. هذا ومن عظات الحج المؤثرة أنه يذكر بالآخرة والوقوف بين يدي الله، ويحمل على التزود لها حين يودع الحجيج الأهل ويفارقون الأحباب ويتزودون لسفر بعيد، ثم يغتسلون ويتحنطون ويتجردون من ثياب الزينة ويلبسون لفائف بيضا كالأكفان، ثم يجتمعون في صعيد عرفة شعثا غبرا خاشعين أذلة خاضعين كأنما بعثوا من القبور لرب العالمين. والكيس من عباد الله من تذكر الآخرة وأعد لها عدتها. نفعنا الله
الله بالحج وعظاته، ووفقنا للحج ورزقنا حجة مبرورة يغفر بها ذنوبنا ويبلغنا بها جناته ويعتق بها رقابنا من النار. وفقنا الله جميعا لمرضاته وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن الغارمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعطنا ولا تمنعنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان وعجل بفرجهم. لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا يرحمكم الله. أتموا الصف الأول فالأول، لينوا بين يدي إخوانكم ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعده
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام